السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسول بيزنس. حابب أتكلم النهاردة في مشروع كويس جدا للشباب، هيفيدكم جدا وهيدعمكم ويزود دخلكم وممكن تشتغلوا جنب وظيفتك. المشروع اللي أنا هتكلم عليه النهاردة استكمالا لموضوع تجارة البن والشغل في البن اللي هو تجارة السعادة. لازم تبقى عارف ان انت دلوقتي لما تيجي تفتح مشروع تبصله من 3 نواحي: الجدوى الاقتصادية للمشروع، 2 مقدار الطلب على المشروع، 3 نقطة أهمية المشروع فترة الأزمات. الجدوى الاقتصادية، المشروع مطلوب جدا جدا سواء بيع البن أو توزيع البن. لو حصل أزمات هل الناس مش هتشتري بن؟ لا، هتشتري بن، الناس كلها بتحب البن. 3 نقطة، هل ممكن في عز الأزمات البن ده سعره يرتفع؟ يعني انت تكون جايب مثلا كيلو ب200 جنيه، سعره في الأزمات سعره يوصل 300 400. الموضوع ده حدث وحدث لمدة 3 زيادات سعرية على مدار 2023 من 2011 من شهر 11 لغاية 2024 لغاية شهر 3 إلى الآن. يعني البن وصل ل600 جنيه و650 الفترات اللي فاتت، وبعد كده بدأ ينزل لحد ما وصل ل420 450 500. حابب اقول لحضرتك ان انت عشان تستثمر تشتغل في مجال البن خلي عندك عقلية بفكر واعي. يعني ما تفتحش محمصة بن لبيع البن بس وما تشتغلش تيك اواي بس، لا، حاول تدمج المشروع ده في براند واحد. مثلا لما تسمي نفسك كوفي كورنر لبيع البن، تبيع مشروبات البن والشاي والنسكافيه والكابتشينو والسموزي والمانجا وجميع المشروبات، زائد تضيف كورنر كده فيه بنانات بن، وتجيب بن متحمص جاهز على الطحن والبيع للعميل مباشر، وتجيب باكت شكله كويس وتبيع للعميل. طب الجدوى الاقتصادية للمشروع ده ايه؟ العميل رقم 1 يخش مثلا يقول لك هات لي ربع بن محوج، هات لي ربع كولومبي، ويشتري البن بتاعه. حب يشرب كوباية قهوة ويقعد عندك يشربها، هيشربها. فمثلا هيشتريها منك ب12 15 20 على حسب المنطقة اللي بتفتح فيها. فانت هتكسب من الناحيتين: ناحية انك بتبيع بن، تطحن البن وبتبيعه للناس. تاني نقطة، بتكسب من انك تعمل المشروبات. المعلومة اللي كل الناس يعرفوها ان بيع المشروبات هي بتكسب اكتر من تجارة وبيع البن، بس انا عايز اخليك تشتغل الاتنين في وقت واحد وتاخد المشروع ده انه تمشيهم في سكة واحدة. بعض المحمصات بيشتغلوا على انه يعمل ال3 في وقت واحد، بس دي بتحتاج زيادة عدد العمال. يعني ما ينفعش واحد بس هو اللي يمسك الاول ذا اول، لا، يبقى عندي 2. يبقى واحد اختصاصه بيبيع محمصات مثلا، بيبيع مكسرات، تسالي، الحاجات ديت، وواحد تاني بيبيع البن مثلا. واللي بيبيع البن ده واقف على بار بيشتغل فيه باريستا، بيوزع وبيعمل المشروبات وبيعمل القهوة عشان نفصل المهام. ما ينفعش شغل واحد امسكه كل حاجة وابقى مطالب منه واقول له حقق لي تارجت او حقق لي عدد بيع. هي دي القصة. طب هل المشروع ده ممكن يجيب جدوى مالية؟ يجيب مبلغ كويس، وفي المتوسط ممكن تعمل في اليوم فيه مبيعات من 700 ل 1000 ونص. والكلام ده عن ثقة. يعني ايه عن ثقة؟ يعني انا متأكد من الارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ممكن توصل من 700 جنيه في اليوم ل 1000 ونص. بس بأكد عليك 3 حاجات، وكل حاجة بتندرج تحت 3 حاجات، ولازم يبقى عندك تفكير الفرصة البديلة. يعني انا النهاردة رحت فتحت محل وجهزته وشطبته، انا فاتح المحل عشان اكسب من المنطقة الفلانية. الفرصة البديلة ايه؟ لو انا فتحت، فانا لازم افكر في تكلفة الفرصة البديلة. ودي دايما انا بقولها لاي حد بيفتح مشروع تجاري: لو فتحت في منطقة ولقيت المكان ما ساعدكش انك تنجح او حققت منه مبيعات، مثلا لو قعدت سنة 5 شهور لقيت العائد المادي مش مميز او الرجل في المكان مش كويسة، عادي جدا
لم ادواتك ومعداتك وروح اجر مكان تاني وحط في بضاعتك وابدأ تاني من جديد، مش عيب. خلي عندك عقلية الفكرة البديلة. انا بقول لك 3 حاجات في مشروع كوفي كورنر بتاع البن ده تشتغل فيه. اول حاجة، اوصل لمستورد جودة الحبوب والبن عنده مميزة جدا، ويفضل تاخدها متحمصة. يعني ما تعملش نفسك مفتح وتجيب البن ني وتقوم محمصه وتدي درجات تحميص من دماغك وانت في البداية مش عندك خبرة في تحميص البن، فتبوظ الريسايكل بتاع التصنيع والتحميص. فانت خده متحمص من واحد مستورد جاهز تاخده تشتغل بيه على طول. تاني نقطة تركز فيها المنطقة اللي انت هتفتح فيها. تالت نقطة تظبط السعر النهائي للعميل. يعني ايه اظبط سعر النهائي للعميل؟ العميل اهم نقطة بيبصلها السعر، وبعد لما بيشتري منك المنتج بيوصل بيته يبدأ يشوف الجودة، يبدأ يعمل مثلا البن، يبدأ يعمل النسكافيه الجولد، يبدأ يعمل القهوة مثلا الأطعم، يبدأ يبص على التجربة ككل بعد لما بيشتري. فانت اهم حاجة برضو السعر النهائي. حاول تظبط اسعارك. لو اللي حواليك بيبيع ب420 بيع انت ب410. حاول من كل فترة اعمل عروض ترويجية لنفسك. اشتري كيلو خد عليه باكج عرض، خد هدية. طب دي طبعا برضو مرة الحركة دي اتعملت عندنا هنا في المنطقة اللي انا ساكن فيها. واحد كان بيبيع مع كل ربع كيلو بن يديك كوبايتين ازاز، والكوبايتين يعني مش بحاجة، يعني هو كان جايبهم الكوباية كانت واقفة عليه ب3 جنيه ولا حاجة. فانت مش هتخسر 6 جنيه لو اديتها للعميل، بس انت اكنك بترحب بيه او بتديله هدية عشان يجيلك تاني. حاجة بقى اساسية ان انت لو البن عندك جودته وطعمه شكله زي الجودة دي، زي مثلا الجودة بتاعت فنجان البن ده، لو انت ما قدرتش توصل للجودة بتاعت البن كده والطعم ده، فانا بقول لك ما تتعبش نفسك. هي العملية كلها متوقفة على الجودة والطعم وشكل البن وشكله دي، لان في ناس بيجيبوا بن درجاته رديئة لان هو متقسم درجات اولى وتانية وتالتة وفي فرزات كمان. ركز تجيب جودة كويسة، طعم كويس، وتقدم للعميل بسعر كويس. الحاجة الرابعة بقى دي بقى وانا نسيت اقولها، خدمة العملاء. خدمة العملاء حاول تشغل ناس يكونوا محترمين على مستوى عالي من الكفاءة، عندهم مهارة في البيع، عندهم مهارة في اقناع العميل، عندهم مهارة ان لو في مشكلة حصلت قدامهم مع العميل ما يتخانقش معاه، ما يزعقلوش، ما يزودش غضب العميل، يمتص المشكلة، يبدأ يفهم المشكلة، بعد كده يعتذر للعميل، وبعد كده يحاول يحلله المشكلة. ال4 نقط دولت هما طريقة حل اي مشكلة في مطعم او في كافيه لازم ان انت تعملهم. لو انت ما عملتهمش وزودت غضب العميل واتخانقته وعملته نظرة مثلا ايه عدائية ما بينك وما بين العميل ده مش هيجيلك تاني، وممكن ينقلب ضدك، لان العميل الغاضب بيوصل بيه الامر انه ممكن يخش في السوشيال ميديا يبهدلك وتبدأ تخش معاه في مشكلة كبيرة. فركز على النقاط ديت، وحاول لما تيجي تعين ستاف لو هم ما عندهمش مهارة كبيرة انت ممكن تعلمهم المهارة البيعية والإقناع وخدمة العملاء، بس لو هم من جواهم مش بيتعاملوا بأسلوب لائق مع العميل أو أسلوب لائق مع زمايلهم مش هيفيدوك وهيخسروك المشروع. ولازم تركز في النقاط ديت. إن شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم. واي استفسار على قناه خبصول البيزنس اتمنى تبعتوا لنا، وارجو الاشتراك في القناه وتدعيم زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وانتظرونا في مشاريع جديده. السلام عليكم.